كهربا لن يدفع الغرامة. محامي كهربا يفاجئ مرتضى منصور بقرار صادم. الحكاية والرواية يبدو ان مسلسل كهربا مكمل معانا والكواليس كلها عندنا. محمود عبد المنعم كهربا اللي صدر قرار اخيرا من الاتحاد الدولي، يا كهربا قدامك 60 يوم ادفع فيهم الغرامة اللي وصلت النهاردة ل70 مليون جنيه. الزمالك منتظر ال70 مليون علشان يفك الأزمة، ولكن يخرج محامي كهربا علشان يقلب الترابيزة وقال لك مين اللي قال كده ومين اللي قال ان خلال 60 يوم. طب ايه الحكاية؟ ادينا هنا الكواليس لبرنامجنا. قال لك اولا التقدم باستئناف على القرار، اتقدم باستئناف، يوقف القرار، يتحدد جلسة جديدة قد تطول حتى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل. يعني لسه بتتكلم شهر 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، 8 شهور. قال لك ده أولا، قال لك من حقنا نستأنف، ومن حقنا في الاستئناف نقدم أسباب استئنافنا وأسباب والدفوع بتاعة اللاعب. طب إيه هي دفوعك؟ إيه هي كواليسك؟ قال لك أولا رقم واحد نفس المشكلة، هو القرار يا فيفا طالع كهربا ولا كهربا وقفش البرتغالي؟ تاني المحامي هيقول لي الفيفا ما ردتوش، انتوا قلتوا انه خلال 60 يوم ادفعوا الغرامة. طيب هندفع الغرامة اللي نزل اللي وقع على كهربا فكهربا هيشيل لوحده، ولا زي ما القرار طالع معاقبة كهربا، تغريم كهربا ونادي افس البرتغالي بال2 مليون دولار؟ اذا مناصفة. فلو سمحتم القرار غير واضح، القرار غير واضح. انا عايز ان تقول لي خلال 60 يوم هتدفع كذا، فواحد هيقول لي لا يا حبيبي خلاص هيشيل الغرامة، حيث ان نادي افس البرتغالي اعلن افلاسه. لا، نادي افس اعلن افلاسه، ولكن القانون المنظم للعبه الفقره الثانيه بتقول لك حاجه، ان الغرامه الموقعه على نادي افس في حاله ما ان اعلن افلاسه او تم بيعه بتنتقل بالتبعيه الى المالك الجديد. يعني نادي افس دلوقتي اللي فيه مفاوضات لبيعه، المشتري اللي هيشتري افس هيشيل الغرامه. فانت يا فيفا مطلع العقوبه بتقول يا كهربا ادفع خلال 60 يوم. عينينا والله يا حبيبي عينينا، بس هندفع بقى ال50% ولا ال100%؟ 50% عينينا، 100% لا والله العظيم مرفوض، لان العقوبه اهي والغرامه اهي، كهربا وافس البرتغالي. ومن هنا المحامي قال لك هقدم بقى استئناف، واحنا لسه مع بعض مكملين بقى. ده امتى تتحدد بقى جلسة الاستئناف؟ تتأجل جلسة كمان، هيتم الترحيل لشهر 8 لشهر 9. كل ده كهربا بيلعب لحين صدور قرار نهائي. طب يا شريف ما تقول بقى، بقول لك هي اخرتها ايه؟ هيفضل كهربا كده والمحامي ولعبة القط والفار؟ لا، هيدفع كهربا، بس حدد له الغرامة اللي عليه رقم 1 ورقم 2، علشان بس ايه، كتير سألوني في القصة دي، هو كهربا معاه 70 مليون يا حبيبي هيجيب منين 70 مليون ده؟ لا، ما هو كهربا مش هيشيل الليله ماديا، عشان بس محدش ياخد كلامي ويحرفه. كهربا النادي الاهلي وعده بسلفه تخصم من على مدار عقده 15 مليون جنيه، والباقي عقود اعلانيه هيوقعها كهربا، وهتبدا حمله اعلانيه في رمضان في 3 اعلانات خلال الفتره اللي جايه هيسددوا باقي غرامه كهربا، اللي لو بقت نص الغرامه يعني دفع نص ال70 35 مليون، يبقى كهربا عليه 35 مليون، 15 من الاهلي و20 مليون حملات اعلانيه زي ما توعد كهربا في وقت سابق من شركه الكره بالنادي الاهلي اللي كان بيرقصها الاستاذ ياسين منصور، وتم تجديد الوعد خلال الفتره اللي فاتت. ويا سيدي وما يساعدوهوش ليه؟ بالبلدي كده، الراجل بقى له سنه ما بيلعبش، العب سجل، العب هدف، العب اصنع، العب قدام الزمالك، خلص المباراه، ما يدفعلوش الفلوس دي ليه؟
انت عارف كهربا لو كان مثلا نزل مباراة سموحة، مباراة الزمالك، كاس عالم للأندية، ومفيش رجله مش شايلاه، اقدر بقى ازعل وقول لا وازاي ويدفع والمبلغ. انما بالنسبة للأهلاوية جون كهربا في الزمالك بس لوحده ده 35 مليون على جنب، ده 35 مليون.